انشغل بالدراسة والمذاكرة وحقق فيها شيئا، مش لازم تكون الأول على العالم. بس يعني خلي لها نوع من الاهتمام، ما يخليش بعدك عنها انك تهمل فيها وتفرط فيها. اياك والفراغ، اياك والفراغ، صح. اياك والفراغ. عادي ممكن تبقى انت مالك وقتك ومتحكم في زمام نفسك وفي شؤونك، فاياك انك تترك وقتك للفراغ. وان وجدت ان انت ممكن فارغ في مسكنك، انزل اقعد في اي ورك سبيس او اي مكان، انزل اقعد في مسجد، بطل وقتك في المسجد كولد. ما تخليش الوحده تتحكم فيك ابدا. صح. ابدا. ولا الفراغ. ان الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء، اي مفسده. الشباب والفراغ والفلوس هم أس كل فساد في الدنيا. صحيح. وأنا أسأل الله لك تمام التوفيق ودوام التوفيق، وأن يجعلك الله من الصالحين المتقين. يا رب. انا جيت بدري بجد، حركه غير متوقعه مني بالمره. وانا جايه يا جماعه الشنطه بتاعتي اتقطعت، اللي هي نيتي، فيعني كلمت بابا يجي يجيب لي الشنطه التانيه اللي هي دي. بس بجد الموضوع ده مضايقني قوي، بس يعني قشطه عادي. كنت اعمل لكم اوت تشيك جامد، بس يعني الشنطه اتقطعت، ممكن اعمل لكم اوت تشيك برضه. بجد اللي اتضحك في الموضوع ان انا اخترت الاوتفيت امبارح مع صاحبتي بجد بناء على الشنطه، والشنطه اتقطعت وجيت من غيرها. سبحان الله. فاهمني ان انا النهارده عندي 3 محاضرات اناتومي، فانا خايفه بجد. بس يعني امبارح قعدت اذاكر اناتومي بجد عشان انا مش مصطفى مشرف، فاكيد مش هاجي اعرف افهم 3 محاضرات اناتومي، مش واحده مثلا ولا 2 من اول مره. فقعدت بصراحه امبارح اذاكر، ويعني اتمنى ان هو ما يشرحوش اكتر من اللي انا ذاكرته، او ما يشرحوش اكتر قوي من اللي انا ذاكرته. يعني علشان احنا جامعتنا بجد بتحب تجري قوي في المناهج، وتقول لك انت دكتور دار بقى وذاكر بالتفصيل. يعني مش عايزه بجد ما تعملوش كده لو سمحت. بس هنشوف طبعا، هنشوف. حضراتكم هتفتكروا ان انا بحاول اعمل عميقه، لكن اقول لك لا، انا كنت ببص من الشباك على صحابي علشان اول ما يجوا اقوم صورهم من فوق وابعت لهم واقول لهم صوركم وسيديهاتكم معايا. انا بحتسي القهوه كالبني ادم المثقف، على الله تكون بفايده ان شاء الله. بقوه القهوه السحريه اعرف افوق وافهم كل المحاضرات اللي عليا. قلت اعمل قهوه على اساس اشربها بعد المحاضرتين، عشان هيبقى لسه عندي محاضره ثالثه واكيد هصدع. بس بجد يعني بدات انام من دلوقتي فهشربها عشان افوق لهم. يعني اعمل ايه يا فندم، اعمل ايه؟ مساء الخير يا جماعه، النهارده هعمل لكم انبوكسنج واتس ان ماي يوني لانش بوكس. هلو، سلطه، مكرونه، وانا معايا سندوتشين. فطرت بيضتين، كنت يعني هموت بجد، بس مش مشكله. من شويه انا كنت بصيح على الاناتومي، اللي هو ازاي عندنا 3 وبتاع وكده. بس يعني كل اللي اتقال اشاعات، انا والاناتومي اخوات. الاناتومي طلع لذيذ موت. مش عايزين نتكلم على التقديرات. مش مشكله. دي زينب صديقه الكفاح اول سنه، ودي شيماء صديقه الكفاح. بس شيماء ما نامتش فان شاء الله الفيديو الجاي تكون نايمه ونطلعها. من كام يوم كنت بكلم واحده صاحبتي بقول لها انا حاسه ان انا بمر بازمه منتصف العمر. قالت لي انا بمر بازمه اخر العمر. ما كنتش بمر بازمه العمر ولا اول العمر. انا كنت عايزه استمتع بعشريناتي. انا مجهزه اكلي قبل هدومي، يعني انتوا متخيلين اصلا. بصور مساء الخير يا جماعه. ايس كريم عم جمعه. انا عايزه احكي لكم عن اول يوم جامعه.
في الجامعة بجد. رحت الجامعة ما شرحوش، يعني شرحوا ازيد سنة من اللي انا ذاكرته، بس يعني ايه، يعني اعرف اخلصه في يوم، مش هيتراكم عليا حاجة لبكرة. دي عامة حاجة روشة قوي، لان بلس ان كان في دكتور اسمها دكتور مفيش حاجة ياسمين أسوأ من بجد إن كانت أنت تراكم تشيل عليك مذاكرة بجد، عشان بتحتاس يعني بقى، فمش عارفة اتبسطت تبدأ كده. منين أنا ولا منين. اتبسطت. في الجامعة. وبعدين اغلب يعني كنت حاسة ان دفعتنا قليلة، بس انا مش عارفة هل ده مثلا لان او في ناس كتير تقولك فاكس اول اسبوع جامعة ولا ايه، بس حاسة ان احنا كدفعة كنا قليلين يعني. فالساعة دلوقتي 7، هحط الموبايل يبعت تسجيل المحاضرات للدفعة، عشان يعني انا كنت متفقة معاهم ان انا اسجل محاضرات النهاردة. وفي نفس الوقت ده هقعد بقى اذاكر الحتة الزيادة اللي خدناها، وراجع على الحتت اللي انا حاسة ان انا عندي مشكلة فيها، بحيث ان انا بكرة يعني اسألهم عليها. واتمنى بجد ان انا يعني ايه ده ما يبقاش حماس البدايات بس، يعني اتمنى ان ده يبقى مستواي دايما، واكون يعني حاسه ان انا برضه أنصحك في بعدك ومسكن ومسكن غربتك تلزم صحبة القرآن. يلزم صحبة القرآن، يعني أنصحك عدة نصائح. ماشي. في بعدك عن أهلك ومسكن جامعتك. 1. الزم القرآن، فإنك فارقت كل صاحب كنت تصاحبه بين أهلك وأصحابك في بلدك ومدينتك، وجئت إلى مكان يعني قلت فيه صحبتك، ويعني زادت فيه وحشتك. فأزل وحشتك بالقرآن، وآنس وقتك بالقرآن. احفظ قرآن واقرأ قرآن، اقرأ قرآن بجد. وعليك بالإكثار من سورة البقرة، يعني أيام كده اقرأ وردك عادي، وأيام كده هات البقرة من أولها لآخرها. البقرة أخذها بركة، تخلي وقتك بركة، ومذاكرتك بركة، وحياتك بركة، والتزامك بركة، وفهمك بركة، وبصيرتك بركة، وقراراتك بركة، وخطواتك بركة. عليك بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. ماشي. ده أول شيء. تاني شيء، أنت بين أهلك يطلب منك أمور، انزل اعمل روح تعالى الآن، لا أنت مش كده، فمعك وقت، فحاول الوقت ده تستغله في أمور كثيرة، لا سيما في طلب فرائض العين، علوم الشريعة. لازم تتعلم مبادئ العقيدة، مبادئ الفقه، وتسمع دروس كتير جدا عن تزكية القلوب. 3 حاجات دول مهمين جدا، خلي وقتك ينصرف له. تعلم مبادئ العقيدة، انك تعرف أركان الإيمان 6، من هو الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. النصيحة الثالثة، انشغل بالدراسة والمذاكرة وحقق فيها شيئا، مش لازم تكون الأول على العالم، بس يعني خلي لها نوع من الاهتمام، ما يخليش بعدك عنها انك تهمل فيها وتفرط فيها. النصيحة الرابعة، إياك والفراغ.